مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف، آخر الأخبار والتفاصيل والحاجات اللي بتحصل في الساحة الرياضية المصرية. احنا غيرنا موضوع الحلقة النهاردة، كان معانا أخبار كتيرة وكان معانا معلومات عايزين نقولها النهاردة في الحلقة، ولكن في أحداث بتحصل في الساحة الرياضية هي اللي بتفرض نفسها على الكلام اللي بيجي في الإعلام والبرامج واليوتيوب والحاجات اللي كل الناس بتتكلم فيها. نبتدي بقى بحاجة مهمة، وهو موضوع الكابتن مصطفى يونس. الكابتن مصطفى يونس عمل قلبان في النادي الأهلي وفي الإعلام الرياضي المصري بالكلام اللي هو طلع اتهم بيه الكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي. هنحلل الموضوع منطقيا وهنتكلم برضو في هنحلل يعني كل حاجة في الموضوع إن شاء الله، وبالمعلومات برضو والأدلة. في حاجة برضو تانية هنتكلم فيها، تبقى الجزء الثاني في الأخبار، وهو موضوع وسام أبو علي وتمرده على النادي الأهلي، وهنتكلم في موضوع أحمد عبد القادر. فخليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل إن شاء الله في آخر الحلقة. نبتدي بموضوع مصطفى يونس. الكابتن مصطفى يونس طلع واتهم النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بان هو بياخد عمولات وبياخد فلوس، وبالخصوص في موضوع عقد مارسيل كولر مع النادي الاهلي. طيب، مارسيل كولر عقده كام مع النادي الاهلي؟ تقريبا في السنه اللي فاضله ليه 3 مليون يورو، وبياخد تقريبا او مثلا 2.5 مليون يورو، بياخد 200 الف يورو في الشهر. فالكابتن مصطفى يونس طلع قال ان في 3 اشخاص منهم الكابتن محمود الخطيب وشخصين تانيين بيتقاسموا، وكانوا بيتقابلوا علشان يتكلموا في موضوع مارسيل كولر وعلشان يظبطوا موضوع العقد بتاع مارسيل كولر. يعني الكابتن محمود الخطيب او مجلس اداره النادي الاهلي بياخد نسبه او تلت من عقد مارسيل كولر. طيب، التلت ده اللي هو كان تقريبا 65 مليون يورو. قبل ما اخش لكم ونحلل الموضوع منطقيا، هقول لكم حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي خد طبعا خطوات وقدم بلاغ في النيابه ضد كابتن مصطفى يونس، وبرضه احاله للتحقيق بصفته عضو في النادي الاهلي. فالفتره اللي جايه هيحصل تحقيقات مع الكابتن مصطفى يونس، لان هو بنفسه قال لو رجاله قدموا فيا بلاغات ووروني هتعملوا ايه. ففي حاجة برضو شدت انتباهي في كلام الكابتن مصطفى يونس، يمكن مفيش ناس كتيرة خدت بالها من الموضوع ده أو اتكلمت فيه. الكابتن مصطفى يونس بيقول لك مش مهم لو اتحبست، اتحبس عشان خاطر النادي الأهلي. أنا دلوقتي لما بتكلم في ذمم مالية وبقول إن معايا مستندات وهثبت ولو رجالة اعملوا، يبقى إيه اللي مخوفني أو إيه اللي يخليني أقول كلام زي ده وأكررها كذا مرة؟ أكرر جملة إن هم لو اتحبست اتحبس عشان خاطر النادي الاهلي. معنى ان انا اقول الكلمه دي يبقى انا مفيش تحت ايدي مستندات تثبت الكلام اللي انا بقوله، يبقى انا طالع بقول كلام من غير مستندات او من غير اسنده اقدر اتسند عليها لما يتحقق معايا. فهو خايف من المساءله القانونيه. فهنشوف الفترة اللي جاية طبعا الخطوات القانونية اللي خدها النادي الأهلي ضد الكابتن مصطفى يونس، هنشوف هتسفر عن إيه في النهاية. ولكن أنا بقى تحليلي المنطقي من وجهة نظري، إحنا عمرنا ما بندافع، سواء رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أو رئيس النادي الأهلي أو مجلس إدارته او اي بني ادم بيشتغل في العمل العام في الانديه علشان انتمائنا. انا بنتمي للنادي الاهلي ودي حاجه انا بفتخر بيها، ولكن لو في غلط في اي مجلس اداره للنادي الاهلي بطلع اتكلم فيه عادي. ولو اتكلمنا ايام محمود طاهر في مشاكل كان حاصله ايام الكابتن محمود طاهر، وبرضه في اخفاقات حصلت في عهد الكابتن محمود الخطيب، طلعنا برضه اتكلمنا فيها وقلنا ان في بعض القرارات كانت خاطئه. فاذا احنا ما بندافعش عن حد دفاع اعمى، او انتمائنا مش هو اللي بيحركنا لما بنتكلم، احنا بنتكلم علشان خاطر مصلحه النادي الاهلي. فعلشان كده انا بقول المقدمه دي بس قبل ما احلل كلام الكابتن مصطفى يونس، لان ممكن ناس تفتكر ان انا بحلل الكلام ده علشان انا خاطر بنتمي للنادي الاهلي. لا،
انا بحلله تحليل منطقي وتحليل من ناحيه السيكولوجي او يعني تحليل منطقي من وجهه نظري. فالكابتن مصطفى يونس طلع قال ان مجلس اداره النادي الاهلي تقريبا بياخدوا نسبه من مارسيل كولر او عقده اللي فاضل فيه سنه. اولا موضوع ان مارسيل كولر هيدفع له السنه اللي فاضله ده بيحصل في كل مكان في العالم. مورينيو خد من تشيلسي تقريبا 50 مليون يورو، خد من مانشستر يونايتد برضه مبلغ كبير. كل الانديه اللي كان بيمشي بيها كان بياخد مبلغ كبير جدا. وفي مدربين طبعا كانوا أليجري مثلا مع يوفنتوس، لما يوفنتوس مشاه فضل برضه ما يشتغلش وياخد عقده لمده سنه. وحصلت مع مدربين كتير، مدربين معروفين وليهم قيمه كبيره جدا جدا، حصلت برضه معاهم نفس الموضوع. فاذا الموضوع ده مش جديد او مش اول مره يحصل لما حصل مع مارسيل كولر في النادي الاهلي. تاني حاجه بقى، هل الكابتن محمود الخطيب اللي بيدير مليارات جوه النادي الاهلي هيبقى عايز ياخد نسبه او توصل بيه للدرجه ان هو ياخد نسبه من عقد مارسيل كولر اللي هو 200 ألف يورو في الشهر؟ اصل هو مش هياخد ال 2.5 مليون يورو مره واحده مثلا اللي هو العقد السنه، لا ده بياخدهم في الشهر. فهل الكابتن محمود الخطيب هياخد 60 ألف دولار مثلا او 60 ألف يورو في الشهر نسبه؟ يعني هيعرض نفسه للمساءله القانونيه ان هو ياخد نسبه ب 60 ألف دولار؟ هل الكابتن محمود الخطيب محتاج فلوس علشان يعمل الموضوع ده؟ طب هتقول لي يا عم في ناس بتحب الفلوس وهتاخد اي حاجه حتى لو معاه ملايين الدنيا. اوكي ماشي، موافقك، حلو جدا. طيب طالما الكابتن محمود الخطيب محتاج فلوس قوي كده وبيحب السمسره وبيحب ياخد الفلوس، طيب ما خدش ليه او ما بيظهرش ليه مثلا في البرامج ويظهر في اعلانات ويظهر؟ الكابتن محمود خطيب لو شاور بس وقال لاي حد من اصحاب الشركات هعمل اعلان هيديله ملايين. لو طلع في برامج مثلا زي ام بي سي او البرامج الرياضيه اللي بتدفع ملايين للاعيب الكوره لسه ما بقالهمش سنه وسنتين، تخيل بقى الكابتن محمود خطيب اللي ما بيظهرش في برامج اصلا طلع ظهر في البرامج دي هياخد كام؟ يعني الكابتن محمود الخطيب في ايديه يعمل فلوس اكتر من كده، ولكن هو ما بيحبش يظهر مثلا ظهور اعلامي، ما بيحبش يعني ودي طرق شرعيه ممكن يجيب بيها فلوس وملايين لنفسه ويستغل اسم النادي الاهلي ان هو يطلع في البرامج ويطلع يبقى عنده منصات ويجيب ملايين قد كده لو هو راجل محتاج ان هو يعمل مصالح من ورا النادي الاهلي. ولكن انا برضو هرجع لنقطة مهمة، لو الكابتن مصطفى يونس معاه ادلة ان في تلاعب مالي جوه النادي الاهلي يقدمها. ولكن كلام الكابتن مصطفى يونس مشكوك فيه دايما لانه عملها قبل كده كتير وطلع اتهم مجلس ادارة النادي الاهلي واتهم حسن حمدي برضه. يعني هو كل شوية يقول لك حسن حمدي هو احسن رئيس وانا شايفه ان هو احسن اداري وكل حاجة، لكن في عهد حسن حمدي برضه اتهموا بنفس الموضوع. يعني انت يا كابتن مصطفى بتغير كلامك كل شوية، يعني انت كل شوية بتهاجم النادي الاهلي بدون سبب وبتهاجم في الذمم المالية بدون سبب وبدون وثائق او دلائل. فهنشوف الفترة اللي جاية فيها ايه، وهنشوف الكابتن مصطفى يونس هيدافع عن نفسه ازاي وهيقدر ان هو يثبت ان فعلا في سمسرة وفي فلوس بتتاخد جوه مجلس إدارة النادي الأهلي ولا لا. لكن انا حللت لك الموضوع من وجهة نظري، يعني وجهة نظر منطقية من وجهة نظري، والناس ليها الحكم طبعا. كابتن محمود الخطيب لو عايز برضو يعمل فلوس ويطلع دول الخليج يلف بس كده تور في دول الخليج هيعمل له هدايا ومكافآت من الدول دي بملايين الملايين. يعني زي ما بقول لك مش هتفرق معاه 2 3 مليون جنيه اللي كابتن مصطفى يونس بيتكلم فيها ان هو يعمل نسبة في الشهر 2 3 مليون جنيه من عقد مارسيل كولر. وعلى فكرة الاجانب والسويسريين بالذات ما عندهمش الموضوع ده اساسا، ما بيحبوش يخشوا في اي حاجة فيها تلاعب مالي. يعني مارسيل كولر مش هيتفق مع محمود الخطيب ووكيله ومش عارف ايه علشان خاطر ينصصوا مع بعض العقد بتاعه. فكلامك مضحك يا
كابتن مصطفى يونس، لان زي ما بقول لك الناس بتوع سويسرا واوروبا، خصوصا بقى مش هقول لك اوروبا كلها طبعا، لان شرق اوروبا الدول الشرقيه اللي هي الفقيره تعتبر بالنسبه لاوروبا بيحصل فيها حاجات زي كده وبيحصل فيها تلاعب. لكن الدول الكبيره اللي هي زي سويسرا، زي المانيا، زي يعني في دول كده صعب فيها ان الناس دي تتلاعب ماليا، لان في النهايه بيحصل محاسبه زي ما شفنا قبل كده في حالات كتيره. فعلشان كده بقول لك بالذات سويسرا، لان سويسرا دي بلد مرفهه وحتى الشعب بتاعها شعب مرفه. ومارسيل كولر مش محتاج اصلا يعني موضوع الفلوس ده، هو رفض عقود بملايين لما كان بيدرب النادي الاهلي من دول الخليج. فعشان كده بقول لك ان كلام الكابتن مصطفى يونس كلام مش منطقي. وفي حاجه غريبه ظاهره في الاعلام الفتره اللي فاتت دي كلها، هجوم من الثلاثه اللي دايما اعتادوا على الهجوم على النادي الاهلي: محمد عماره، مصطفى يونس، ومجدي عبد الغني. وطلعوا الثلاثه يهاجموا في نفس الوقت وفي نفس الاسبوع بشكل غير طبيعي وغير مبرر. يعني مفيش اصلا حاجه حصلت الاسبوع ده مثلا علشان خاطر الثلاثه دول يطلعوا يهاجموا النادي الاهلي بالشكل ده. وشفنا الخناقه اللي حصلت ما بين محمد عماره واحمد شوبير. احنا اتكلمنا على محمد عماره وحللنا كلامه اللي اتكلم فيه بتاع وسام ابو علي وامام عاشور وزيزو ان النادي الاهلي لازم يبيعهم. لكن الموضوع اتطور ما بينه وما بين احمد شوبير، وحصل ما بينهم رسائل وتراشق، والكابتن احمد شوبير قدم بلاغ للنائب العام ضد محمد عماره ان هو بيهدده. هنشوف الايام اللي جايه فيها ايه. ولكن احنا مش متعودين على كده من نجوم النادي الاهلي القدامى، ولكن الثلاثه دول اعتادوا على الظهور والهجوم على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي. ودايما تحس في كلامهم ان هم متاثرين ان هم مش بيشتغلوا في النادي الاهلي، وان هم مش مستفيدين من ورا النادي الاهلي، فعلشان كده بيهاجموا النادي الاهلي. ودي حاجه باينه للكل وتبان لاي حد بيشغل عقله وبيفكر. ولكن في ناس انتماءاتها بتحركها فتطلع تهاجمك وتطلع تشتم بقى وتطلع تعمل اللي هي عايزاه علشان انت بتحلل الموضوع او بتقول خبر. ودي حاجه برضو غريبه جدا بصراحه. بتلاقي حاجات انا معرفش الكلام ده حقيقي ولا اكونتس دي فيك ولا ايه، بتطلع تلاقي ناس على السوشيال ميديا بتطلع تشتم ويبقى حاطط مثلا آية قرآنية على البروفايل بتاعه على الفيسبوك او على السوشيال ميديا على انستجرام، وتحت عمال يشتم شتايم غريبة جدا، يعني من فوق حاجة ومن تحت حاجة تانية. مش فاهم انا الموضوع ده بصراحة. وهل الموضوع ده في ناس بتستغله وتحط مثلا آية قرآنية؟ راجل احترم الآية القرآنية اللي انت حاططها صورة للبروفايل بتاعتك وبعد كده تشتم. وتلاقي ناس كبيرة، يعني هل الأخلاق وصلت للدرجة دي؟ يعني انت ممكن بتشتم مثلا حد مثلا معاك صاحبك بتاع تهزر، مش لكن بتشتم ناس ما تعرفهاش وتحط ايات قرانيه ويبقى كلامك كله تعليقاتك كلها شتايم. حاجه غريبه جدا جدا. ولكن هي مش بتاثر في الناس اللي عندها ثقه في نفسها والناس اللي بتفكر. مش هيأثر فيها الكلام اللي بيحصل ده او الهجوم اللي بيحصل ده. نخش بقى على حاجه تانية، وهو موضوع وسام ابو علي. وسام ابو علي تمرد على النادي الاهلي بالفعل، وبدأ بقى يقول يتدلع طبعا، يقول لك انا مش عارف عندي شد في العضلة، لسه مش قادر اخش القياسات البدنية، الكلام ده كله. وقعد طبعا مع كابتن محمد يوسف، وحصل ما بينهم كلام، وقال للكابتن محمد يوسف ان هو عايز يحترف وان هو متضايق ان النادي الاهلي ما وافقش على عقود الاحتراف. ولكن محمد يوسف والنادي الاهلي بلغوا اسامه ابو علي ان النادي الاهلي لازم يبيعه بطلباته الماليه، وهو لو عايز يرحل عن النادي الاهلي لازم يحصل منه تنازل علشان خاطر يرحل. يعني ايه بمعنى تنازل؟ يعني النادي الاهلي طالب في وسام 10 مليون يورو، وسام ابو علي عايز يحترف وهياخد 5 مليون يورو في الموسم في 4 سنين، يعني هياخد 20 مليون يورو. فالنادي علشان يدفع لوسام المبلغ ده مقلل العرض بتاعه للنادي الاهلي علشان يوصل ل 7 مليون يورو. هتقول لي طب ما الريان كان قدم عرض ب 9 مليون يورو، طبعا كان عرض شفهي ومليون يورو بونص تانية. ده حصل فعلا، ولكن وسام كان متقدم له عرض من ريان ب 3.5 مليون يورو في الموسم. فلما وكيل وسام اتكلم مع نادي الريان وقال له وسام عايز 5 مليون يورو في الموسم،
فالنادي الريان طبعا علشان يعوض الفرق ده راح مقلل عرضه الشفهي للنادي الاهلي علشان يوصل ل7 مليون يورو. علشان كده النادي الاهلي رفض الموضوع تماما وقال لك وسام هيكمل. انا اللي انا شايفه ايه واللي انا حاسه ايه من جوه داخل النادي الاهلي ان وسام ابو علي مش هيكمل ومش هيبتدي الموسم مع النادي الاهلي، ولكن برضه هيرحل بشروط النادي الاهلي. وخلي بالك مفيش لاعب عقده مع النادي مكمل لمدة طويلة هيكسب مثلا جولة قدام النادي اللي هو بيلعب فيه. في النهاية هيرجع عليه المشاكل كلها وهترجع عليه كل الغرامات هو والنادي اللي هيروح له. وما اعتقدش ان اي نادي سواء في الدوري القطري او الدوري الامريكي هيعرضوا نفسهم للمساءلة او اي عقوبة من الفيفا علشان خاطر لاعب. فعشان كده بقول لك ان وسام ابو علي بنسبه كبيره هيرحل عن النادي الاهلي ولكن بشروط النادي الاهلي. فممكن وسام يتنازل عن مثلا مليون يورو في الموسم والنادي اللي هو هيقدم عرض ليه يعوض المبلغ ده من الراتب السنوي للاعب. هنشوف الايام اللي جايه، ولكن انا بقول لك اعتبر وسام ابو علي خارج الاهلي ولكن بشروط النادي الاهلي. وانا حاسس برضو ان وسام ابو علي بيخسر رصيد كبير جدا جدا عمله او تاريخ كبير عمله مع النادي الاهلي في فتره قصيره وفتره وجيزه جدا. قدر يحبب جمهور النادي الاهلي فيه، ولكن اللي بيعمله ده مش شكل احترافي. علشان كده هيخسر قطاع كبير جدا جدا من جمهور النادي الاهلي. مين بقى البدلاء اللي اتكلمنا فيهم قبل كده لوسام ابو علي؟ هم نفس البدلاء اللي لسه النادي الاهلي بيفكر فيهم، واولهم مصطفى محمد اللي هو عايز حاليا يجي النادي الاهلي ويوقع مع النادي الاهلي عقد لمده 4 سنوات او اعاره بنيه الشراء. فهنشوف الفتره اللي جايه فيها ايه. اخر حاجه بقى معانا وهو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر كوبري الحزم او كوبري النادي السعودي فشل. احنا قلنا لكم الحمد لله ان الموضوع ده كوبري من 10 ايام، وقلنا لكم ان احمد عبد القادر مخلص كل حاجه ومتفق كل حاجه مع النادي الزمالك. خد بقى الجديد الحصري النهارده معانا في البرنامج ان احمد عبد القادر وقع بالفعل على عقد لمده 3 مواسم مع نادي الزمالك. هتقول لي ازاي وقع عقد وهو لسه فاضل سنه؟ ده كلام بيحصل عادي جدا جدا. العقد مش هيطلع حاليا، ولكن علشان يضمنوا ان احمد عبد القادر هيجي بعد انتهاء الموسم مضوا عقد. والعقد السنه الاولى ب 35 مليون، السنه الثانيه ب 40، السنه الثالثه ب 45 مليون جنيه. الكلام ده محدش اتكلم لسه فيه ومحدش لسه وصلته المعلومه، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي عنده المعلومه ووصلته المعلومه ان هو مضى مع نادي الزمالك ووصلته من جوه نادي الزمالك. فاذا احمد عبد القادر بنسبه 100% بعد السنه دي هيروح لنادي الزمالك، والنادي الاهلي عارف، والنادي الاهلي هيجمد احمد عبد القادر لو احمد عبد القادر ما قدرش يجيب عرض تاني علشان يرحل من النادي الاهلي. النادي الاهلي ما عندوش مانع ان يسيب احمد عبد القادر حتى لو سنه واحده، وبعد كده يروح النادي اللي هو عايزه، يروح نادي الزمالك، يروح الحته اللي هو عايزها. ولكن نادي الحزم هو اللي رفض موضوع الكوبري ورفض شروط احمد عبد القادر ان هو يحط شرط جزائي ان هو ممكن يرحل سواء في يناير او اخر الموسم ب1.5 مليون يورو. اذا الرفض جه من ناحيه نادي السعودي. علشان كده وكيل احمد عبد القادر واحمد عبد القادر بيدوروا على كوبري تاني. مين بقى الكوبري الجديد؟ هنشوف الكلام ده، لان مفيش نادي لحد دلوقتي قدر احمد عبد القادر يجيب مقابل مادي للنادي الاهلي وفي نفس الوقت النادي ده يرضى ان هو يكون كوبري لاحمد عبد القادر ال6 شهور دول او بقيه السنه علشان يرجع تاني لنادي الزمالك. احمد عبد القادر مخلص كل حاجه في نادي الزمالك. زي ما قلت لكم برضو حسام عبد المجيد بنسبه كبيره مخلص كل حاجه مع النادي الاهلي، ولكن حسام عبد المجيد لسه ما مضاش مع النادي الاهلي عقد رسمي، ولكن متفق ومربط على كل حاجه. وبرضو نفس الموضوع احمد عبد القادر مع نادي الزمالك، ولكن الفرق ان احمد عبد القادر مضى خلاص العقد وخلص كل حاجه. ان شاء الله بكره هيكون في تفاصيل جديده واخبار جديده، وهنعمل لكم برضو مسابقه هتبتدي ان شاء الله على الصفحه بتاعتنا على فيسبوك وانستجرام واليوتيوب. هنعلن عن المسابقه
قبل بداية الدوري، لأن المسابقة هتنتهي التصويب بتاعها قبل بداية الدوري بأسبوع أو بكام يوم، علشان خاطر يعني مش هقول لكم التفاصيل دلوقتي، ولكن هقول لكم التفاصيل بعدين. المسابقة جوائزها هتبقى ب30,000 جنيه. هعلن لكم على كل التفاصيل إن شاء الله في الحلقات الجاية. استنونا في حلقة جديدة في الكرة معاك.